إذا ما سمعتش بالكارثة اللي حلت بريال مدريد واللي كانت تسبب في أسوأ موسم للميرينجي منذ سنوات، والمتهم الرئيسي كارلو أنشيلوتي، تابعوني نحكي لكم على التفاصيل. لعل الخروج من دوري أبطال أوروبا، ثم خسارة نهائي كأس الملك أمام برشلونة، وحتى تقريبا ضياع لقب لا ليغا، كلها أسباب تخفي وراءها سر كبير حاول الجميع تجاهله، ولكن الأرقام لا تكذب. الريال عانى من انهيار كامل في خط دفاعه خلال الثلاث مواسم الأخيرة. صحيفة ماركا الإسبانية قالت أن مدافع الريال تعرضوا ل 55 إصابة تسببت في غياب اللاعبين ل2000 يوم خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وهو ما أدى لتفكك خط دفاع ريال مدريد. وأضافت الصحيفة أن إصابة رودريغر وميندي وألابا هي القشة التي قسمت ظهر دفاع الريال. وبحسب الصحيفة لجأ المدرب الإيطالي إلى تبديل الخط الخلفي، حيث استخدم 27 تركيبة دفاعية في 57 مباراة، منها 17 لم تتكرر أبدا. على سبيل المثال شغل مركز الظهير الأيمن 6 لاعبين مختلفين، بينما شغل 4 لاعبين مركز الظهير الأيسر، وتناوب 9 لاعبين كاملين مركز قلب الدفاع، منهم لاعبو وسط ومدافعون شباب من الكاستيا. طبعا تغييرات كبيرة في فريق مثل ريال مدريد ستجعل الفريق بهذا الحجم مهزوز دفاعيا وهجوميا، خاصة أمام منافسين ما يرحموش. تخيلوا حتى في مرة من المرات اضطر أنشيلوتي أنه يلعب بلاعبي وسط في خط الدفاع، وهما كامافينغا وفالفيردي، إضافة إلى مدافع من الفريق الرديف، وهو ما يفسر عمق الأزمة التي يعانيها النادي منذ 3 سنوات. فهل تعتقدون أن أنشيلوتي هو المتهم الرئيسي في جميع هذه الكوارث بسبب التحميل البدني المفرط على اللاعبين؟ شاركوني آراءكم. سلام.